بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة سمك سلمون برز الصيادية. الأكلة دي جميلة جدا، أما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها. السمك السلمون بيبقى دسم شوية، مع الرز الصيادية كده بيبقى تحفة. لا بنقليه ولا بنشويه، كده سوا واحد كده الاتنين مع بعض. جربوا الأكلة دي مش هتبطلوا تعملوها. أول حاجة معانا شوية زيت كده وبصلاية متوسطة. المقدار ده مقدار كوباية رز، وحوالي كيلو إلا ربع سمك سلمون. هنحمر البصلة كده لما تغمق كده خالص، علشان خاطر البصل لما بيغمق كده بيدينا اللون البني اللي هو بتاع السمك. هنطلع اللون دوت من البصلة لما نحمرها، بس مش هنحرقها طبعا، يعني هنحمرها لدرجة ان هي تبقى يعني بني غامق كده شوية. وهنحط معاها في الاخر كده خالص، هياخد تشويحة معانا فلفل اخضر يدوب كده ياخد تشويحة، وهنحط طماطمايه برضو متوسطة هنقطعها كده قطع. الرز بصراحة والسمك الاتنين كده بيتاكلوا الاتنين احلى من بعض، اكلات كده من بتاعة الشتاء اللي بتدفي. وهنحط بقى شوية مية صغيرين كده عشان المية تغلي مع البصل وتطلع لنا اللون اللي احنا عايزينه. بعد ما المية غليت معانا بالشكل دوت وطلعت لنا لون المية بقى لونها كده، اللون اللي هيدي اللون الرز هيبقى معانا باللون دوت. هنبدأ ان احنا اول حاجة نحط الرز. احنا حطينا شوية مية صغيرين علشان خاطر البصل والمية يغلوا بسرعة وناخد اللون اللي احنا عايزينه من البصل. هنحط بقى الرز المغسول ونكمل المية. هنحط فلفل اسمر وكمون وملح، ونكمل بقى المية. هنغطي الرز بالمية كده يعني مقدار عقلة الصباع. وهنحط توم مهروس. التوم المهروس بيدي للرز السمك طعم تحفة، وخاصة لما يتحط ني كده في الاخر، في اخر تكة خالص بتحسي كده ان في ريحة كده، تحسي مش عارفة الريحة دي جاية من ايه. الثوم بيدي نكهة كده جميلة جدا للوصفة بتاعتنا النهاردة. بعد كده طبعا معانا السمك غسلينه وحاطينه في مصفى ناشف. هنبدأ نحطه كده على الوش بالمنظر دوت. طبعا احنا ممكن نعمل سمك القاروص بنفس السمك بنفس الطريقة ديت. وهنغطيه اول ما يغلي، هنحطه على الشعلة الصغيرة ونوطي عليه لما الرز يستوي. اول ما الرز يستوي بقى معانا بقى بالمنظر ده، اكلة فعلا تحفة جدا، لا قلي ولا شوي ولا حاجة، كله كده كده كله في حلة واحدة. يا ريت ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. الوصفة دي بتنجح مع السمك اللي هو الجزل، يعني بتبقى مثلا ممكن سمك بياض، سمك قاروص، سمك سلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.